ما تفهم بقى، يلا بقى افهم بقى. مخك ساعه الامتحانات او ساعه لما بتعمل حاجه مهمه هيحب يفنيخ، هو ما بيحبش التعب. هيجي يسالك يقول لك هو ليه شعر صدرك اليمين غير شعر صدرك الشمال؟ فحضرتك هتقوم تقف تفتح القميص في المرايه وتقعد تعد بقى 12 13 15 632 والناحيه الثانيه 650. العدد الناحيتين مختلف. هل ده اللي مخليني غير متزن عاطفيا وغير متزن اجتماعيا؟ فاهم؟ هتقعد تسال نفسك اسئله فلسفيه بقى. وانا البنت اللي انا بحبها ليه تبقى قصيره؟ تقعد تتخيلها بقى وتتخانق مع نفسك ان هي قصيره وانت اصلا ما تعرفش رجل كنبه. فاهم قصدي؟ نظريه ضياء العوضي بتاع الطيبات دي صح ولا غلط؟ فاهم حاجه؟ فانت تفاح حضرتك هتقوم دلوقتي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقول لمخك، لجم مخك يعني بمعنى صح، اهدى، سيكاها يا ابن ميتين كده تمام. خلي الرام بتاعت مخك بس تشتغل على المعلومات اللي انت محتاجها عشان خاطر المذاكره فقط لا غير، عشان بعد كده لما تنقل الداتا اللي في الرام دي للروم وانت قاعد في الامتحان تفتكر الداتا بتاعت المذاكره، ما تفتكرش شعر صدرك. يعني تخيل انت قاعد بتفكر في السؤال التاني تفتكر شعر صدرك وهو واقف كده. شعر صدرك 632 شعرايه على السنتيمتر مربع بقى. فاهم؟ كثافه شعر صدرك قد ايه، مش كثافه الميه. لا، افتكر كثافه افتكر كثافه الميه عشان ما تفتكر كثافه شعر صدرك. تمام؟ خلي المالتي ثريدنج بتاعك وانت قاعد بتسمع اغاني وبتذاكر، لا بذاكر وبذاكر الاثنين. ماشي؟ خلي البروسيسنج بتاع مخك شغال بس على المذاكره عشان حضرتك هو ده اللي انت هتحتاجه بعدين. فما تخليش مخك ولا الشيطان يضحك عليك ويلبسك ويوديك في داهيه. بعد اذنك.